امتى اخر مرة قلت دي اخر مرة عملت فيها حاجة ندمان عليها؟ قعدت تبكي، قعدت تدعي، قلت يا رب سامحني، قلت مش هعملها تاني، قلت كفاية خلاص. وبعد كام يوم رجعت، نفس الغلط، نفس الذنب، نفس الدايرة. وكل ما ترجع بتقول لنفسك انا ضعيف، انا فاشل، انا مش هتغير ابدا. فليه اصلا اجرب؟ كمل الحلقة دي للاخر عشان هندخل جوه قلبك، وهنعرف ليه العقل بيضحك عليك، وليه الشيطان بيلعب بيك، وليه قلبك لسه بيحب الغلط رغم ان الغلط بيأذيك. وهقول لك على سر في اخر الحلقة، لو فهمته مش هتبطل تغلط فجأة، بس هتبطل ترجع بنفس الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم، أنا محمود الحديري، بقدم محتوى ديني بأسلوب مناقشاتي، يعني بنتكلم، بنفكر، بنسأل. لو عايز محتوى ديني يخلي عقلك يشتغل مع إيمانك، أنت في المكان الصح. لو لسه مش مشترك في القناة، اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة بنبدأ سلسلة جديدة اسمها داخل القلب. هندخل في القلب، في المكان اللي محدش بيشوفه غيرك. والحلقة الأولى من السلسلة دي عن سؤال بيخلينا نتعب نفسيا كل يوم: ليه بنرجع للذنب رغم الندم؟ أول حاجة لازم نعترف بيها، الموضوع مش بس إنك ضعيف، مش بس إنك مش قد كده. لو الموضوع كان بسيط كده كنا كلنا اتغيرنا من زمان. في حاجة أعمق، في آلية شغالة ورا الكواليس وإحنا مش شايفينها. خليني أحكي لك عن الدايرة المغلقة. الدايرة المغلقة بتبدأ إزاي؟ بتبدأ بلحظة ضعف، لحظة الواحد فيها بيكون وحيد، زعلان، متضايق، فاضي، متوتر، أو حتى مبسوط ومش عارف يعمل إيه بالفراغ. فبيفكر في حاجة بيحبها، حاجة بتديه متعة سريعة، بتديه هروب. مش بس ذنب جسدي، ممكن تكون كذبة صغيرة، ممكن تكون غيبة، ممكن تكون فلوس حرام، ممكن تكون أي حاجة بتملى فراغ جواك. اللحظة دي بتيجي المتعة، لحظة، ثانية، وقت قصير جدا، وبعديها الندم. بس الندم ده مش ندم حقيقي، ده ندم أنا اتكشفت، أو أنا بقيت وحش، أو أنا خنت نفسي. ده ندم متعلق بيك مش بربنا. فبتقعد تتعذب شوية، تبكي، تعيط، تدعي، تكتب بوستات حزينة وتقول دي آخر مرة. وبعد كام يوم بتنسى، بتنسى الوجع، بتنسى الندم، بتنسى الدموع، وترجع لنفس الظروف، نفس الوحدة، نفس الفراغ، ونفس الحاجة بتيجي تاني. وتقول مش مشكلة، مش مشكلة مرة واحدة، وبترجع وتلاقي نفسك في الدايرة المغلقة. طيب ليه بنرجع لنفس الذنب تاني؟ في أسباب كتير، بس في سبب رئيسي مش واخدين بالنا منه. احنا مش بنعالج السبب، احنا بنعالج العرض. يعني ايه؟ يعني لما تندم على ذنب، ندمك بيكون على الفعل نفسه، بس الفعل ده مش المشكلة. المشكلة هي ليه عملته، ليه عملت الذنب ده. هضرب لك مثل: واحد كل يوم بيمشي على الإزاز، بيتألم بالوجع في رجله. أول ما يروح يندم إنه مشي على الإزاز ويعالج الوجع بالمسكنات، ويجي تاني يوم يمشي على الإزاز ويتألم، وهكذا. الحل فين؟ إنه يشيل الإزاز. إحنا كده بنعالج بالندم، بس مش بنشيل السبب اللي خلانا نروح للذنب. وصلت الفكرة؟ طيب ليه بنروح للذنب أصلا؟ بتروح له عشان تملى فراغ جواك، فراغ مشاعر، فراغ اهتمام، فراغ حب، فراغ ثقة. لما يكون عندك فراغ جواك، أي حاجة بتملى الفراغ ده بتبقى حلوة، حتى لو حرام. زي واحد جعان جدا ياكل أي أكل، ولو حتى أبسط أكل بيكون طعمه حلو جدا، حلو جدا. والشيطان بيعرف الكلام ده كويس، بيعرف إنك عندك فراغ، فبيجي يملالك الفراغ، بس مش بالحلال، بالحرام، بالسريع، باللي يديك لذة لحظية، وبعدين بيسيبك بفراغ أكبر. وفي حاجة تانية الشيطان بيعملها:
بعد ما تغلط يجي يقول لك خلاص انت فاشل، ربنا زعلان منك، مش هيسامحك، انت كده كده ضايع، خلاص ابعد، ويخليك تيأس. واليأس ده أخطر من الذنب نفسه، لأن اليأس بيخليك تبطل تحاول، بيخليك تقول طالما أنا فاشل ليه أصلا أجرب. خلي بالك، الشيطان لما بيجي يقول لك ربنا مش هيسامحك، هو مش بيقول لك كده عشان يحميك، هو بيقول لك كده عشان يبعدك عن ربنا، عشان لما تبعد ترجع تغلط تاني. دي مش نصيحة، ده فخ. طيب ازاي نكسر الدايرة دي؟ فتح دماغك معايا واسمع الكلمتين دول. أول خطوة، ما تقولش دي آخر مرة، الكلمة دي غلط، لأنك بتوعد نفسك بحاجة مش بإيدك. بدل ما تقول آخر مرة، قول أنا هحاول مرجعش تاني. الفرق إن آخر مرة بتضغطك، وهحاول بتشجعك. تاني خطوة، اعرف سبب ضعفك، ليه رجعت؟ كنت وحيد، كنت زعلان، كان عندك فراغ، كنت متوتر. لما تعرف السبب تعالجه بالحلال. وحيد، اتصل بصاحب صالح. زعلان، ادعي ربنا، توضى وصلي. عندك وقت فراغ، املى وقتك باللي يرضي ربنا. تالت خطوة، غير البيئة. لو المكان اللي بتغلط فيه موجود، اخرج منه. لو الناس اللي حواليك بتجرك، ابعد عنهم. النفس ضعيفة، ما تحطهاش في نفس البيئة الملوثة وتقول أنا قوي. رابع خطوة، الندم الحقيقي. الندم مش بس دموع، الندم إنك تعرف إنك ظلمت نفسك، إنك خنت اتفاق مع نفسك، إنك أهدرت وقت. الندم الحقيقي بيخليك تكره الذنب، مش بس تخاف من عقابه. خامس خطوة، كتير منا بيرجع عشان بيفتكر إنه لو غلط مرة يبقى كل اللي فات ضاع. لا، التغيير موجة، فيها صعود وفيها هبوط، المهم إنك تفضل ماشي. كلنا عارفين قصة الراجل اللي قتل 99 نفس. لما حب يتغير راح لعابد يسأله هل لي من توبة؟ قال له لا، انت مش من اهل التوبة، فقتله. كمل 100 ولسه عايز يتغير. بعد كده راح لعالم يسأله هل لي من توبة؟ قال له نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، بس بشرط انك تغير البيئة. سافر لبلد فيها ناس صالحين، راح يعبد ربنا معاهم زي ما قال له العالم. في الطريق مات قبل ما يوصل، يعني مات وهو لسه في الطريق. فاختلفت الملائكة، ملائكة الرحمة قالوا هو من أهل الجنة، ملائكة العذاب قالوا هو من أهل النار. ما عملش أي عمل صالح، ده لسه كان رايح بس يتوب. فجالهم ملك يحكم بينهم، قال لهم قيسوا ما بين البلدين، فإن كان أقرب إلى البلد الصالح فهو من أهله. فقاسوا، فإذا هو أقرب إلى البلد الصالح بشبر، فدخل الجنة. يعني إيه؟ يعني ربنا قبل واحد قتل 100 نفس لمجرد إنه كان ماشي في الطريق وعايز يتغير. فأنت لما ترجع تغلط ما تقولش أنا فاشل، قول أنا لسه في الطريق، والطريق نفسه هو التوبة. الذنب بيخليك تحس إنك بعيد، بس في الحقيقة كل ما تحس إنك بعيد ربنا بيكون أقرب. ليه؟ عشان اللي بعيد بيفتكر، واللي فاكر بيدعي، واللي بيدعي بيرجع. طيب خلينا ألخص لك الحلقة في 5 نقاط. واحد، إحنا بنرجع عشان بنعالج العرض مش السبب، بنندم على الفعل بس مش بنسأل ليه عملته. 2، الشيطان بيستخدم الفراغ واليأس، بيملالك فراغك بالحرام وبعدين يخليك تيأس من رحمة ربنا. واعرف إن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يعني لا تيأسوا من رحمة الله. 3، ما تقولش آخر مرة، قول هحاول، واعرف سبب ضعفك وعالجه بالحلال. 4، التغيير موجة، فيها صعود وهبوط،
المهم انك تفضل ماشي في الطريق. 5، ربنا بيقبل اللي ماشي مش اللي وصل بس، حتى لو مات في الطريق، لو كان أقرب للخير بشبر دخل الجنة. بس في سؤال، لو أنا عرفت سبب رجوعي للذنب، إزاي أتوب توبة حقيقية؟ إزاي تكون توبتي مش دموع وخلاص؟ إزاي أضمن إن المرة الجاية مش هرجع بنفس الطريقة؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية من سلسلة داخل القلب، التوبة الحقيقية، وهقول لك فيها على الفرق بين التائب والندمان، وازاي التوبة بتغير قلبك مش بس تصرفك. شكرا ليكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتب لي في التعليقات ايه اكتر كلمة او فكرة في الحلقة لمست قلبك وحسيتها موجهة ليك. اشوفكم في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.